السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحباب وأحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هناك عملت محشي. أول مرة أعمله الصراحة. لا، مش إنه أول مرة أعمل المحشي، أول مرة أعمل المحشي مع الفراخ، بس الطريقة تحفة بجد. بسم الله ما شاء الله. المحشي طالع زي الزبدة. على فكرة المحشي ده أنا مخزناه، اللي هو الكرنب يعني، مخزناه اللي هو بتاع الشتاء، بس لا مجلد ولا أي حاجة. هو زي زبدة. كانت طاقتي وكده واخدة من المحشي مع البهارات، بس طلع تحفة. بصوا المنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا يعني بسم الله ما شاء الله. مسكنا الحلة زي ما هي كده، بسم الله ما شاء الله يعني. ألف هنا على قلوبهم. وكان حلو جدا، والفراخ مستوية والمحشي مستوي. كان يعني بصوا الطعم من الآخر. حاجة سهلة وبسيطة وحلوة جدا، وأقسم بالله الفراخ دي أنا مشوحاها نية يعني، وحطيتها مع المحشي بجد سوا تحفة. ان شاء الله الله يعجبك. بصوا المحشي بيسمع يعني على طول. مش مجلد، الرز مفلفل مش معجن يعني. بسم الله ما شاء الله. كانوا بيخطفوا زي ما انتم شايفين كده المحشي خطف. هنا معايا حلوين كده بصل ابيض. البصل الابيض حلو ومسكر في الاكل يعني، احمر. وحطيت معلقتين سمنة كده محترمين. لازم تكون المادة يعني كتيرة شوية، بس ما تخافوش بتطعم المحشي اللي حلو. هشوح البصلاية لحد ما تدبل. بصوا المقطع ده انا يعني انا فاكرة الكاميرا مفتوحة، بس يعني طلعت ما تطورش. انا نزلت مقطع، نزل على البصل كده دبل معايا، ودخل في النار ده مع الخلاط، وهسيبها تتسبك نفسها. على بال ما كانت تتسبك كده هشوح الفراخ دي انا غسلها غسله حلوه محترمه بمحلول النجع بتاعنا، اللي هو الملح ودقيق وليمون، ولو عندك طحين بحلو. بعد كده افرم بصلايه وملح وفلفل اسود وبيها. ولو انت عايزه تفرزيها برضو شريحه بالطريقه دي بتفرق فيها طبعا. يعني انا كنت حاطه عليها بصل الفلفل الاسود، شوحتها كده حطيتها في الحله، معلقتين سمنه برضو محترمين. ولو عايزه شوحتهم زي ما هما كده ايه، خدوا اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه، بس هي نيه مش مستويه، عشان انا اديتها لون عشان لما تستوي مع المحشي يبقى ايه طعمها حلو. مش هحط غير يا بنات اللي هي ايه بهارات فراخ انا بشوح فيها، لان انا اوريدي يعني حاطه معاها بصل وملح وفلفل اسود، حطيت يعني بهارات الفراخ بس. وزي ما انتوا شفتوا كده انا حمرتها وركنتها كده على جنب. هنا الخلطه بتاعت المحشي استوت واتسبكت معايا. نزلت بالرز غسلاه طبعا، وبعد كده هحط التوابل بتاعتنا والخضره. هنا الحاجات اللي بعملها بفرزها بتنفع جدا يعني. حطيت هنا ملعقه شطه. يعني اللي حابب يحط، مش حابب ما يحطش، بس يعني ايه بيكون كده سبايسي شويه، يبقى طعم حلو جدا. حطيت هنا كمون صحيح يعني، مش مجروش. وحطيت ملح وفلفل اسود ورشه نعناع صغيره والخضره. هنا اللي عجبني في التفريزات اللي بنعملها يا بنات بتنفع جدا، لان انا كنت مش في دماغي المحشي والله العظيم اقسم بالله، لان كل حاجه جاهزه. فعملته في ثانيه يعني ما كملتش. طلعت كيس الكرنب من التلاجة، فك في ثانيه، فتحت عليها الحنفيه فك معايا،
ومفرزة الخضرة. حالا تشوفوها دلوقتي. الخضرة دي مفرزاها من الشتاء اللي فاتت وحطها في الفريزر. بصوا بأسهل ما يمكن. واللي عايز يخش كده على القناة وعايز يشوف فيديو تفريز الخضرة، بصوا اللون، بصوا اللون يا جماعة، بجد تحفة. يعني انا مفرزة الخضرة بطريقة سهلة وبسيطة بدون اي افتكاسات اللي بنشوفناها، ودي الطريقة الصحيحة بجد وعن تجربة وعملوها على ضمانتي. وشايفين انتوا اللون والخضار عامل ازاي. دي الطريقة اللي انا بعتمدها على طول في تفريز الخضرة بتاعتي. الايام دي يعني الخضرة شحة في السوق وكده، فلما بفرز الحاجات دي بتنفعني جدا والله العظيم. فانا طلعت كيس كده على طول، وكان اللون والطعم تحفة. حبة المحشي اللي عملناها النهاردة خرافة بجد، اقسم بالله مش عشان انا اللي عاملاها، والله تحفة يعني بالطريقة دي وحلو جدا جدا. كده انا خلطت الخلطة كلها مع بعض. حطيت هنا في الحلة اللي انا حمرت فيها الفراخ فيها السمنة والتوابل والحاجات الحلوة دي. حطيت كان عندي برضو جزر مفرزاه، حطيته في قعر الحلة عشان يعني ما تشطش معايا وكده. برص الفراخ اللي انا شوحتها بس يعني مش مستوية يا بنات، عشان يعني اللي مشافش الفيديو من الاول، مش مستوية، هي نية بس انا مشوحاها عطيتها لون عشان بطعمها حلو. صلوا على النبي في الكومنتات وحطوا لنا لايك حلو كده وشجعونا، شيروا الفيديو، واللي اول مره يشوفني اشترك في القناه فضلا وليس امرا، وحطوا لنا اللايك كده وشجعونا عشان الفيديو يتشاف وانزل لكم، وتشجعوني كده عشان اكمل وانزل. انا مش متفاعله في القناه بسبب اللايكات والمشاهده ضعيفه جدا جدا. بس ان شاء الله انا واثقه فيكم وفي ربنا طبعا اول حاجه، ان ربنا ان شاء الله هيكون شايل لي حاجه حلوه يعني. فان شاء الله هتدعموني وشاهدوا الفيديو للاخر، حطوا لنا لايك كده وصلوا على النبي في الكومنتات ودعوه حلوه كده زيكم يا جماعه. شكرا ليكم وشكرا على اي حد بيتابعني حبايبي الحلوين. هنا بصوا بلف المحشي وبحطه كده على الفراخ لحد كده ما نخلص الكميه كلها، وخلصنا المحشي في ثانيه واحده. مش بقولك يا بنات في الثانيه. وفي هنا جرنين فلفل حامي حطيتهم في النص عشان يطعموا كده المحشي، بيديله طعم حلو جدا جدا. انا حاطه كده سمنه في الحله من تحت اللي انا مشوحه فيها الفراخ، مش هحط سمنه تاني والخلطه فيها سمنه كتير. حطيت مرق الدجاج وهنزل بالشوربه بس مش اكتر من كده، وهنحطه يستوي معانا ونشوف المحشي بتاعنا طعمه وشكله ازاي. هي كانت تورتايه مش محشي، بجد طعمه حلو جدا، وان شاء الله هعملها على طول. و... وكمان مع اللحمه حلو جدا برضو. مع اللحمه، بس اللحمه تكون يعني اللي هو النوع اللي بيستوي بسرعه، اللي هي الموزه اللي بتستوي بسرعه. هتشوحها برضو بنفس الطريقة، وهترصيها كده وتعمليها شرايح كده وتحمريها وتحطها في من تحت وتحط المحشي عليها. هنا كنت بسقي المحشي. هنغطيه كده بس هنغطيه ونجيب طبق كده يكون تقيل ونغطي كده عليه. واول حاجة النار هتكون عالية. هو زي ما انتوا شفتوا المحشي استوى. النار يا بنات هتكون عالية. وبعد كده نهدي ياخد غلوتين ونهدي النار شمعة. بصوا بصوا بصوا، انا جبت الكاميرا زوم عشان تشوفوا كده اوضح. بصوا المحشي بيتجسم معايا بسرعة، مش بجلد. الرز مفلفل من جوه بجد تحفة. بالهنا والشفا طبعا للي اكل، وبالهنا والشفا ليكم. جربوها بسم الله ما شاء الله، محشي يجنن. وهنا حانت اللحظة. كنت عايزه اقلبه زي الشيف براك طبعا بس ما قدرتش لان الحله تقيله. المهم ان انا قلبته كده عادي يعني، وطلع معايا تحفه بجد، والفراخ مستويه مكنتش مصدقه يعني.
وعامل زي التورته. بص من فوق كأن الجزر ده اللي كان في جعر الحله زي الكريز والحاجات دي بنسوي بيها التورته، فهي تورته يعني بجد. لو عجبكم الفيديو حطونا لايك وما تنسوش الاشتراك في القناه، وشكرا ليكم، وشكرا على اي حد يكتب كومنت حلو، و... وصلوا على النبي في الكومنتات وادعوا لنا دعوه حلوه من قلوبكم. بصوا الفراخ، بوريكم الفراخ مستويه جدا، كانت سخنه بس يعني مش كنت قادره امسك، بس هي باين من شكلها. بصوا دايبه دوب. بالهنا والشفا، وشكرا ليكم يا بنات، وشكرا على اي حد يكتب كومنت ويعلق لي. شايفين المحشي، انا جوعت انا وبسجل يعني، وربنا يكرمكم ويكرمنا ان شاء الله جميعا، وشكرا لكم وشكرا على المتابعة.